اسكتلندا، المغرب، البرازيل، هايتي، هي ترتيب المجموعه الثالثه. اسكتلندا 3 نقاط، المغرب نقطه، البرازيل نقطه، هايتي بدون رصيد من النقاط. هل المجموعه كده ككل كانت ضمن توقعاتك؟ المجموعه الثالثه اسكتلندا هي اللي بتتصدرها ب3 نقاط، المغرب والبرازيل كل واحد فيهم نقطه. الناس كلها كانت ترشيحات ان البرازيل ثم المغرب طبعا بالنسبه للترتيب ده بعد تعادل المغرب والبرازيل 1-1 وفوز اسكتلندا على هايتي 1-0. عايز اقول لك انا شخصيا رايي يعني من احسن الاداء اللي شفته على مستوى الفرق كلها هي فرقه المغرب. يعني بصي احنا نفتخر بحاجه زي كده، ان فريق المغرب بيلعب مع فريق البرازيل مش ند، ده اكتر من ند كمان ولغايه اخر لحظه ومتعادلين وعايز يكسب لغايه اخر لحظه، ما اكتفاش بالنتيجه، عايز يكسب ومقدم كل فنون الكوره موجوده، المهارات، اللعب الجماعي، الضغط، الكره الثانيه. اوقات كتيره في الماتش كانت البرازيل بتبص مش مصدقه ان هي مش عارفه تستحوذ على الكوره، ما بتصدق البرازيل يجي لها الكوره تتخطف ويبتدي المغرب عاملين مباراه قويه جدا جدا. فطبعا المجموعه دي يعني المغرب برازيل طبعا ودي من على فكره من المجاميع اللي هيطلع يتاخد منها احسن 8 توالد في التوالد اكيد يعني. فالمنتخب المغربي هو مش مفاجأة بالنسبة لي، ايوه، ولكن المنتخب المغربي مفاجأة بالنسبة لي اني من كأس الأمم الأفريقية لكأس العالم هو منتخب تحول بشكل كبير جدا. لما شفنا المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية طبعا منتخب مميز، منتخب كبير، بقى عنده مجموعة لعيبة على أعلى مستوى، ظهر في قطر بشكل مميز جدا، ولكن في كأس الأمم الأفريقية كان في نقط ضعف عنده بشكل كبير جدا. انما ده ما شفناهوش في كاس العالم. تحيه لمحمد وهبي طبعا المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي، وراجل شاطر جدا جدا، عارف ان بقى عنده مجموعه لعيبه صغار السن كمان مع اللعيبه الخبرات اللي موجوده، واعتقد ان شفنا ده على ارض الواقع في لقاء البرازيل. ده تسليم الاجيال اللي انت بتتكلم فيه، جيل بيسلم جيل والعناصر الصغيره مع الكبار. خلي بالك ممكن يكون يجراجي وهو طبعا مدرب كبير، انما هو ممكن يكون كان بيعتمد على اللعيبه اللي هو كان متعود عليهم، فبالتالي ما كانش فيه ضخ دم جديد للفريق. انما وهبه اعتقد ان ضم لعيبه جديده، لعيبه مميزه، لعيبه صغير في السن، لعيبه كمان موهوبه، فبالتالي ظهر المنتخب المغربي بيحرج المنتخب البرازيلي بشكل كبير. يعني انا وانا قاعد انا بقول المغرب هي البرازيل، صح، فكنا مستمتعين جدا، ولان في الاخر ده فريق عربي، اي فريق عربي بيظهر بشكل كويس اكيد بنبقى مبسوطين ليه واكيد بنبقى مستمتعين بيه، واعتقد ان المغرب يقدر يكمل بشكل قوي لان عنده عناصر قويه وعنده مجموعه لعيبه كمان مميزه، ودياز بتتكلم على حكيمي، بتتكلم على اسماعيل سيباري، نائل عناوي، طبعا بتتكلم على أناحي. يعني احنا كمان خلاص بقينا حافظين المنتخب المغربي لان المنتخب طبعا منتخبات مميزه. انا مبسوط ان احنا كمنتخبات عربيه ومنتخبات افريقيه بنقول للعالم كله احنا ما فيش فروقات، احنا صح، احنا ما فيش فروقات. بس هي حلاوه تروح يا كابتن، ولا متوقع ان في منتخبات منهم كتير تستمر؟ هو بقى مين يكمل؟ هو ده المهم. انا اعتقد المغرب هتكمل بشكل كويس، اعتقد مصر ان شاء الله طبعا مصر اكيد طبعا كلنا اكيد ان شاء الله باذن الله. السنغال هتكمل بشكل كويس، كوت ديفوار كمان من الفرق المميزه، وما نتمنى ان احنا نشوف فرق عربيه وفرق افريقيه بتوصل لادوار بعيده ان شاء الله باذن الله. يا رب باذن الله. كل التوفيق للفراعنه والمنتخبات العربيه والافريقيه في هذا المونديال المثير الحقيقه اللي فاق توقعاتنا في الدور الاول او الجوله الاولى. احنا كنا مش متوقعين كده، لكن الحقيقه ماتشات كتيره حلوه استمتعنا بيها. لما اتكلم على منتخب المغرب في مباراه امام المنتخب البرازيلي بيتعادلوا 1-1، مباراه من اقوى المباريات، وكان صحيح المغرب الاقرب صحيح للفوز بهذا اللقاء. طبعا لمنتخب المغرب اللي هو بيقدم يعني نسخه، قدم ماتش حلو قوي قدام البرازيل بالظبط، اللي قدم نسخه ماضيه في قطر ولا اروع، وصل للسيمي فاينال. الراجل يعني الرجراجي ده كان راجل يعني ايقونه كده، او كان حاجه يعني ولا اروع، قدم حاجه محترمه جدا. لما تيجي تبص على ده وترجع تاني على ترجع تاني تبص تلاقي محمد وهبي، تلاقي محمد وهبي كمان
يعني عارف بيقدم نسخه مختلفه شويه. بس هم ماشيين على نفس الضرب شكلهم بس عارف ان انت تبقى ماشي بشكل يعني ما حصلش دروب، يعني عارف انت يعني بتغير من مدرب لمدرب. راجل معاهم بقاله فتره، عارف التفاصيل كلها، وعارف الجيل اللي هو اللي كان جيل بقى ناحي ومش عارف، والناس اللي هي واشرف حكيمي ومش عارف ايه، فجاه بتجيب حد تاني كان شغال. صحيح. بس خلينا نتفق على حاجه، انا بحسهم في الماتشين ماتشهم زي ماتشينا تقريبا كانوا شبهنا. احنا كان ممكن نفوز وكنا الاقرب والاحق والاقدر، هم بنفس الطريقه الحقيقه كانوا المفروض يفوزوا في اللقاء ده. بحس هنا شبه بعض في النتيجه. انا شايف فيما قالت اليه المباراه يعني بالظبط. لكن هم بيختلفوا شويه، ان هم يعني عندهم لعيبه محترفه اكتر، عندهم تجربه بدات من سنين طويله وده نتاجها. وعندهم تقل في الملعب، يعني لعيبه تقيله، اللعيبه بتعرف تنزل، حتى اللعيب الراجل بينزل استحواذهم كويس على فكره، بيعرفوا يستحوذوا. يعني الناس كلها اللي موجوده في الفرقه تحت يعني الثلث الدفاعي، لعيبه بتنقل كوره على الارض مش خايفه خالص، ما عندهمش اي مشكله حتى مع ضغط. خلي بالك ضغط رافينيا وفينيسيوس ضغط مرعب جدا. الاثنين بيدخلوا بشكل فيه يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني في مفاجاه كده. تبص معاك حق. انا فينيسيوس دايما بسميه كده، انا مسميه من زمان المعاقد ده، ما ينفعش تغلط في كره قدامه بالظبط، هياخدها يجيبها جون. وبعدين هو عنده شراسه، يعني تبص على دوكو مع خبطتين من محمد هاني ما شفتوش طول الماتش، سابه وراح الناحيه الثانيه، وممكن كان يطلع على المدرج ما عندوش مشكله. هو الراجل شخصيته اضعف بكتير جدا من فينيسيوس شخصيه عنيده جدا، بس شخصيه قويه جدا. هو اقوى، هو احسن. مين الاقوى؟ دوكو احسن. لا انا بشوف دوكو، يعني بشوف احسن. هو احسن جناح شمال في العالم ده. انا فينيسيوس بعديه. انا مع حضرتك 100% في كل حاجه، لكن تعالى بص على فينيسيوس لما بيدخل عليه حد زي مثلا اشرف حكيمي. شوف اشرف حكيمي، ده انت محتاج اصلا تلعب على اشرف حكيمي اصلا مان تو مان وترجع معاه لحد تحت، عشان ده واحد في لحظه بيبقى واخد الخط عند كله. ال 18 بتاعه، فجاه تلاقي عند ال 18 بتاعك وجوه ال6 يارده وبيجيب اجوال وبيعمل وبيصنع، ويعني حاجه يعني مفتاح لعب مرعب. اشرف حكيمي نسخه غريبه جدا من الباك رايت على مستوى التاريخ، على مستوى العالم. لا حد عنده قدرات وامكانيات بدنيه مش طبيعيه، وتكتيكيه مش طبيعيه، ومهاريه وفنيه غير طبيعيه، وذهنيه غير طبيعيه. عنده لعيب متكامل، بيقدر يلعب دفاعيا كويس، بيقدر يلعب هجوميا كويس. فانت تلعب على واحد زي اشرف حكيمي، ورغم كده تستنى فرصه واحده ان هو مش موجود، تبص تلاقي بتاخد واحده وبتحط جول، بتجيب التعادل لفرقتك. فانا شايف ان انت تحقق تعادل لفرقتك من زاويه ما تمش استبدالك الناحيه الثانيه، يعني زي ما اتعمل مع دوكو. بشوف ان هو تم استبداله في اكتر من مركز، نتيجه خلينا نروح شخصيته ما فرضهاش على المنافس. يعني عشان نلحق وقت. إذا أصدقائي كما شاهدتوا في الفيديو مقاطع من الإعلام المصري، مقتطفات كتحدث على المنتخب المغربي والظهور الأول ديالو في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة أمام المنتخب البرازيلي. المنتخب المغربي لأدى أداء جيد أمام منتخب البرازيل، وفرض نفسه كأحد المرشحين لنيل بطاقة التأهل في هذه المجموعة، وكذلك المنافسة على المونديال هذه السنة. معنا إشادات كبيرة في هذا الفيديو من الإعلاميين المصريين بمستوى المنتخب المغربي، استطاع أنه يحرج المنتخب البرازيلي ويعكس التوقعات ديال أغلب المحللين اللي كانوا كيشوفوا بأن المنتخب البرازيلي عاد يفوز بحصة عريضة على المنتخب المغربي. لكن أسود الأطلس كيبرهنوا على أن إنجاز مونديال قطر لم يكن صدفة، ولكن جاء عن عمل قاعدي اللي كتقوم به الجامعة الملكية المغربية في تطوير منظومة كرة القدم بالمغرب. كنعرفوا الدور اللي كتلعبوا كذلك أكاديمية محمد السادس في تنشئة لاعبين في مختلف الفئات السنية، كيمكنهم التلقين اللي كياخذوا في الأكاديمية من الاندماج في عالم الاحتراف بكل سهولة. سمعنا في الفيديو كذلك إشادة باللاعب أيوب بوعدي اللي بهر العالم بعد الظهور ديالو لأول مرة مع المنتخب المغربي. العديد من التقارير الصحفية كتأكد على أن فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق برشلونة وعدة أندية كترغب في التعاقد مع هذا اللاعب، لأكد
في المباراة الأولى على علو الكعب ديالو، وتفوق على نجوم في مستوى كاسيميرو لاعب المنتخب البرازيلي اللي كيشغل نفس المركز. إحصائيات وأرقام اللاعب المغربي أيوب بوعدي كتفوق وبكثير لاعب المنتخب البرازيلي، وكذلك استطاع نجم الأسود الجديد أيوب بوعدي أنه يحجز مكان في التشكيلة المثالية للجولة الأولى في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك. كذلك سمعنا في هذا الفيديو اشنو قالوا على المدرب محمد وهبي وتطور اسلوب ونهج المنتخب المغربي في العهد ديالو مقارنه بالعهد السابق للمدرب وليد الركراكي، اللي حقق كذلك نجاحات مع المنتخب المغربي، لكن الاسلوب والنهج ما كانش كيعجب الجماهير المغربيه. أصدقائي، إلى هنا كينتهي هذا الفيديو. كنتمنى أنكم تدعمونا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما، وشكرا لكم.